معك لبنى سهير في القناة، كنكبر مع بعض بكلمة وبلحظة وبنية صادقة. واش عارف شحال من راجل عايش بالطاقة ماشي ديالو؟ اجي نهضروا بصراحة، كل رجل عنده جوج ديال الطاقات بالداخل ديالو، طاقة الذكورة وطاقة الأنوثة. حتى انت ما تستغربش، طاقة الأنوثة ما دارش غير النساء كيف ما طاقة الذكورة ما دارش غير الرجال. الطاقة الذكورية كتكون هي الوضوح، التركيز، القيادة، النظام، الإنجاز، الحماية والتحكم الإيجابي. طاقة الأنوثة كتكون هي الإحساس، الإبداع، التلقائية، الحضور، الاستقبال، الاستمتاع، الرحمة، وبالتالي كتعطينا الرجل المتوازن داخليا اللي كيكون فيه 80% ديال الذكورة الناضجة و20% من الأنوثة المتصالحة. واش عارف شنو كيوقع الا كان عندك ذكورة زايدة ومتحجرة؟ كتولي قاصح بزاف، ما كتسمعش، كتحكم، كتكبت، كتخاف وكتبان ضعيف، كدير بزاف ولكن ما كتحس بحتى شي حاجة. علاقاتك كتكون باردة ولا كلها مخاصمات ونقاشات. وإلا دخلت عليك الأنوثة وغيبتي الذكورة كتولي مشوش، متردد، ضايع وتالف، وما كتعرفش مازال تميز باش كتحس، كتخاف تواجه، كتحتاج رضا الآخرين، وكتضيع وقتك في التفاصيل، وما كتعرفش تاخذ القرار ولا توقف في البلاصة ديالك كرجل. هذه هي الحقيقة الصادمة. رجل ماشي واللي عنده ذكورة فقط، رجل الحقيقي واللي كيعرف يتحكم في طاقته وكيوزنها باش يعيش حر، حاضر، واضح مع راسه قبل يكون واضح مع الناس اللي دايرين به. في الموضوع غادي نعاونك باش تعرف كل طاقة الذكورة الأنوثة اللي بالداخل ديالك وكيفاش كتختل، وشنو هي هاد العلامات اللي كتبين واش راك عايش في طاقتك ولا راك شي دور مفروض عليك ماشي ديالك وما خاصكش تكون فيه. انا خاصك تعرف القوة بوحدها ما تنفعكش بلا إحساس، والإحساس بوحده ما ينفعكش بلا قرار. إلا وقع الاختلال وطغات الذكورة وخنقتي الأنوثة كيبرد عندك الإحساس، كتولي آلة خدام بلا روح، كيبعدوا عليك العلاقات وكتحول لواحد الشخص اللي متحكم، كتبغي كل شيء يكون على طريقتك، كتولي متكبر واخا كتكون عارف راسك غلط، كتعترفش بالخطأ ديالك، كتولي كتجنب العاطفة، كتكبت بزاف المشاعر ديالك. إلا طغات الأنوثة وغابت الذكورة كتولي تالف، مزاجي، متردد، وكتأثر بسرعة بأي حاجة وقعت لك ولا تقالت لك، وبمجرد أي واحد يشوف فيك كتكون محتاج دائما الرضا والرأي ديال الآخرين، تكون كتعطي كل شيء بلا حساب وما كديرش حدود، وبالتالي ما كياخذوكش الناس بجدية، كتجذب نوع استغلالي اللي كيبغي غير مصلحته، وبالتالي كتعرض للخيانات بزاف بجميع العلاقات سواء العاطفية، صداقة، أهل، قرابة. كتولي دائما تابع، ما كتكونش انت هو القائد. العلاقات ديالك في الخدمة ديالك وفي حياتك. خلاصة ديال هادشي اللي قلناه الصديقي هو أنه الرجل الحقيقي ماشي هو اللي ما عندوش إحساس ولا اللي دايما قوي وكيدعي القوة، لأن هادشي ماشي طبيعي، كلنا كنمروا لحظات ضعف. فالرجل هو اللي كيعرف يسمع لقلبه ولكن ما كيغرقش فيه، واللي كيتحرك من المنطق ولكن ماشي بلا روح. إلا بغيتي تكون حاضر في العالم ومؤثر ديال بصح حياتك وعلاقاتك، رجع التوازن اللي في الداخل ديالك. استنى صديقي الخ ديال الفيديو، تهلا لي في راسك الى فيديو جديد ان شاء الله.